اهي. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم كيكه التايجر او الكيك المخطط بطريقه سهله قوي وسريعه ان شاء الله. معايا هنا 4 كوبايات دقيق بنفس الكوبايه دي كده، ومعايا كوبايه زيت، وهنا كوبايه لبن، وهحط كمان نص او على حسب العجينه ما تحتاج. ومعايا هنا كوبايتين سكر و4 بيضات، وهنا معلقتين كبار كاكاو وبيكنج باودر وفانيليا، وهنحتاج معلقه خل. تمام. هنجيب بقى الخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط فيه البيض، خلاص نزلنا بالبيض. هنحط الفانيليا والخل، معلقه خل واحده بس اهي، معلقه خل واحده. تمام. وهنزل بالزيت، لازم كل حاجه تبقى بنفس المقدار. وهنزل بالسكر. بسم الله. لو حابه تقللي السكر براحتك. وهحط اللبن، وهحط كمان نص كوبايه. تمام كده. هضيف نص كوبايه لبن كمان. ودلوقتي هضرب بقى الخليط ده كله مع بعضه. خلاص كده ضربت الخليط كله. هنزل بيه بقى هنا على الدقيق، وهحط نسيت احط البيكنج باودر، احطه اهو. خلاص تمام. وهقلب بقى كل الكلام ده كده. خلاص تمام كده. بعد ما قلبت الخليط كده، دلوقتي هنزل بقى هنا اجيب طبق تاني كده. تمام. وهنزل فيه هنا بتلت العجينه، مش نص، تلت بس. خلاص تمام اهو. وهبدأ بقى اجيب هنا معلقتين الكاكاو وهنزل بيهم. بسم الله اهو. وهقلب. خلاص كده بعد ما عملت الكاكاو مع تلت العجين والتلت الباقي اهو. دلوقتي هنا انا جبت صينيه كده، دهنتها زيت. تمام. دلوقتي بقى هنزل بقى، هقعد احط كده، هنزل في النص كده، وبرضه هنزل في النص فوقه كده. تمام اهو. في النص تمام اهو. خلاص هنكرر بقى العملية كده. خلاص كده بعد ما عملتها زي ما انتوا شفتوها كده، هحط حبه من هنا وحبه من الشوكولاته وحبه من الفانيليا. دلوقتي زي ما انتوا شايفينها كده هدخلها الفرن بقى ان شاء الله. وبعد ما تخرج من الفرن نيجي نشوف هيبقى شكلها عامل معانا ازاي. بس كده تمام. رجعت تاني بعد ما الكيكه خلصت ما شاء الله طريه جدا اهي. تعالوا بقى نقطعها مع بعض كده ونشوف شكلها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. هي دي الكيكه اهي بعد ما طلعت. شايفين كميه الطراوه اللي فيها، تحفه جدا. خلاص. وهي دي بقى شكل الكيكه المخططه او كيكه تايجر. زي ما انتم شايفينها كده تحفه جدا وطريه جدا. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك واشتراك في القناه وشير عشان الكل يستفيد، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.